ايه الاخبار؟ كنت عملت فيديو قبل كده عن دوران الكتف لقدام وحل مشكلته بيكون في انهي عضله، وبالمناسبه كانت العضله دي هي البكتيرياليس ماينور اللي هي بتكون تحت الشيست او تحت البكتيرياليس ميجر، العضله الصدريه الصغيره. هوريك شكلها دلوقتي على الشاشه. وكنت قلت ان حل المشكله دي انا قلته في الفيديو برضو، الحل انك تعمل استرتش للعضله دي، بس في حد كتب لي كومنت ايه الحل او ازاي اعمل الاسترتش ده. وانا النهارده جاي اقول لك ازاي تعمل الاسترتش، وهحط لك صور للاسترتش ده دلوقتي ازاي تعمله او ازاي تعمل استرتش اصلا للعضله دي. بس مش ده الحل لوحده، كمان عشان تحل مشكله دوران الكتف او الراوند شولدر هتحتاج تقوي عضلات الابر باك. يعني زي ما هتعمل استرتش للعضلات اللي قدام هتحتاج تقوي العضلات المقابله ليها اللي هي الجزء الابر باك او نص ظهرك من فوق، يعني الكتف الخلفي والتربيزيوس ميدل والليور، كل الابر باك او جزء ظهرك من فوق لازم تقوي ده عشان يشد معاك ويعدل برضو الكتف بتاعك زي ما هتعمل استرتش للجزء الامامي. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو مش تابعني عشان ما يفوتكش كتير، ولو عايز اي حاجه تاني او اي تمرين اكتب لي في كومنت ابعتها على الخاص. سلام.